في بيتنا رجل، أغرب حكاية عن عمر الشريف ورشدي أباظة. أنا شيماء خميس ودي حكاية على الماشي. عمر الشريف لما كان بيمثل في فيلم في بيتنا رجل اختلف مع المنتج عشان اداله اجر اقل من رشدي أباظة، والغريب ان الفيلم اصلا بطولة عمر بس اسمه رشدي هو اللي هيجيب الجمهور. عمر ما كانش هيكمل وقرر انه ينسحب، خصوصا ان تغيير اجره حصل بعد ما كان اتفق خلاص، بس بعدها كمل تصوير الفيلم على مضض. وكان بيحكي في برنامج تجربتي مع طارق حبيب انه بسبب الموقف السخيف ده كان في اقل درجات تركيزه وهو بيمثل. وهوب وهم في نص التصوير جه مصر المخرج الانجليزي المعروف ديفيد لين في زيارة سريعة، عشان وقتها كان بيختار بطل لفيلم لورنس العرب، وناس كتير رشحت له رشدي أباظة فجي عشان يشوف. فيقوم وهو بيتفرج على رشدي يعجبه عمر اللي كان بيمثل اصلا من غير نفس، وهو اللي يلفت نظره ويختاروا بطل لفيلم لورنس العرب. ويبدأ من هنا مشوار عمر الشريف في السينما العالمية. صحيح ممكن تحصل لك حاجات ما تكونش راضي عنها، بس بعد شوية هتعرف الحكمة منها، واللي انت مش راضي عنه النهاردة ممكن يبقى سبب لخير كبير يجيلك بكرة.